تعالى بقى يا باشا ايه نخش بلغة الأرقام، اللغة المحبوبة لكل الناس، لغة الأرقام. الطب الباشا السنة اللي فاتت كان الحد الأدنى له 382. 382 ده كان فيه 10,050 واحد جايبينها. في كام؟ 10,050 واحد كانوا جايبين 382 اللي هو الحد الأدنى، يعني كده هو في 10,050 واحد جايبين مجموع طب بشري. ندخل على حاجة تانية، طب أسنان. طب أسنان كان الحد الأدنى له 380. كان في كام واحد بقى جايبين 380 لحد 410؟ كان يا سيدي العزيز 12,500. 12,500 وحاجة. معنى كده ان احنا معانا 2,500 ما بين اللي هما ايه مش جايبين مجموع بشري، يعني 2,500 اللي هما حقيقية في أسنان وملهمش أحقية في بشري. تمام. نخش على الكلية اللي بعدها، كلية علاج طبيعي. كان الحد الأدنى بتاعها 378. 378 ده كان آخر واحد على حق الأرقام اللي قدامكم، تقريبا كان 15,000. يعني احنا دلوقتي معانا 2,500 برضه لهم الأحقية في علاج طبيعي، وليس لهم الأحقية في طب بشري ولا طب أسنان. أمال اللي من أول 10,000 له الأحقية في كل الكليات. تمام. يعني دلوقتي معانا العلاج الطبيعي من 378 واللي هو كان فيه 15,000 واحد جايبينه. تعال نخش على الكلية اللي بعدها، كلية صيدلة. كلية صيدلة كان الحد الأدنى بتاعها 376، وكان اللي جايبين 376 لحد 410 كان 18,000 واحد، 18,000 وحاجة. يبقى احنا كده معانا المتوسط بتاع كل كلية: طب بشري 10,000، طب أسنان 2,500، علاج طبيعي 2,500، صيدلة 3,000. تمام. لما تجيب نتيجتك إن شاء الله على خير، وإن شاء الله ربنا يكرمك وتجيب مجموع، بتخش تشوف ترتيبك على الجمهورية. ومن غير ما تخش بقى في مواقع بيستغلوا فرصة لمعرفة تنسيق الثانوية العامة قبل موعد تنسيق الثانوية العامة. ادفع 50 جنيه، شوف بقى هيلم كام 50، يعني 10,000 في 50 هتحط الصفر معاك يبقى 500,000 جنيه. فأنت اسمع الفيديو وهتوفر على نفسك 50 جنيه، ببعتها لنا، هبقى اسيب لك فودافون كاش في الوصف لو هزر. فهو ده بتتقسم كده. ودفعة 2024 كان في 9 درجات زيادة، يعني هتيجي لو انت عايز تحسبها كان السبعة اللي اتوزعوا في الفيزياء، وفي سؤال بدرجتين كنت انا جايب 58، كان هو المحروف الوزارة غلط، بعدين اتضاف بقيت جايب 60 الحمد لله. ففي 9 درجات فيزياء، يعني المفروض لو كانوا اتحسبوا كان التنسيق بتاعنا قل. يعني التنسيق بتاعنا زي اي سنة، بس في 9 درجات اصلا كله واخدهم. فيعتبر المجموع عندنا كان 401 مش 410. تمام. يعني انتوا ممكن عندكم التنسيق ممكن، عندنا ممكن يزيد ممكن. لو عايزين بقى فيديو توقعات، يعني لو انتوا عندكم زينا، بس انتوا عندكم امتحان الحاجة كان اسهل من عندنا الصراحة. امتحان الفيزياء عندكم زي بتاعنا، امتحان الكيمياء بتاعكم اصعب، امتحان العربي بتاعكم اسهل، امتحان الانجليزي بتاعكم توب الصراحة. اهم حاجة انت خلصت وخدت الاجازة، لا تقلق، وان شاء الله المرحلة هتعدي على خير، واهم حاجة دخلت الكلية، ودلوقتي كله هيدفع وهنخش. الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.